ايه رأيكم نستغل ان هو موجود في السوق وكتير ما شاء الله وسعره كمان رخيص ونعمل بيه احلى كيكة. هنعمل كيكة التمر او كيكة البلح بطريقة سهلة وبسيطة خالص. مكونات ان شاء الله موجودة في كل بيت. بتتقدم بقى مع صوص كراميل، تقدري تقدميها كده سادة من غير اي صوص او اي حاجة. في كل الاحوال هي طعمها تحفة جدا جدا، واكيد ان شاء الله ولادك هيحبوها ويعشقوها ويطلبوها منك دايما. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي الوصفه بتاعتنا. بس يا ريت ما ننسيش لايك وشير للفيديو، ويا ريت تشرفيني باشتراكك لو لسه ما اشتركتيش. اول حاجه هنا عندي البوله هحط فيها المواد الجافه. هحط كوبايه من الدقيق. تمام، الكوبايه اللي تعايري بيها المقادير تكون واحده، عايري باي كوبايه تحبي بس الكوبايه تكون واحده اللي هتعايري بيها كل المقادير. كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من القرفه. يعني المعلقه عندي كانت مليانه شويه، لو مش بتحبي نكهه القرفه قوي تقدري انك تحطي معلقه ممسوحه. تمام كده. هننخلهم مع بعض. احنا دلوقتي يا جماعه بنحضر المكونات الجافه، نخلهم كويس. وطبعا في كل الكيكات بيفضل ان احنا ننخل الدقيق عشان يطلع الكيكه معانا هشه جدا من جوه. تمام كده. هنا بقى هقلب، هحط نص معلقه صغيره من النسكافيه بتعزز طعم القرفه قوي قوي، ودي اختياري. او القهوه سريعه الذوبان، اي نوع حضرتك تفضليه. وكمان رشه كده من الملح. وهقلب كده المكونات كلها مع بعض كويس. دلوقتي بقى هجيب الخلاط عشان اعمل المكونات السائله. هحط 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، ورشه كده من الفانيليا، وعليهم نص كوبايه من السكر. وهضربهم مع بعض كويس قوي لغايه ما السكر يدوب قوامهم كده، يتقل شويه ولونهم يفتح. وكمان في معلقه من الخل. مهم قوي انك تضربيهم لغايه ما السكر يدوب كويس جدا. بصوا بقى بعد ما السكر داب ولونه مفتاح، عندي هنا نص كوبايه سمنه على زيت. تقدري تحطيها كلها سمنه او كلها زيت زي ما تحبي. انا بصراحه بحب الميكس بين السمنه والزيت. عندي 3/4 كوبايه حليب. وعندي هنا كوبايه من البلح مغسول ومتقشر ومنزوع منه النوى. تمام كده. ودي اختياري. كان عندي هنا نص علبة زبادي، يعني يعتبر معلقة كبيرة، فحطيتها في الكيكة. قلت عشان ما تبص وتترميش خسارة حرام، فقلت استفاد بيها في الكيكة. كده كده الكيكة بالزبادي في الكيك بيديله طعم حلو قوي. انا ضربت المكونات بتاعتي كويس جدا لغاية ما بقى خليط سائل تماما تماما. دلوقتي بقى هنزل الخليط السائل على الخليط الجاف او المكونات الجافة اللي احنا كنا عاملينها، وهنقلبهم كويس. وتقلبي في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء. تمام، نتأكد ان مفيش اي تكتلات او تخريزات كده من الدقيق. انا هنا جبت الاسباتيلا عشان اتأكد ان مفيش دقيق كده في الارضية بتاعة البولة. تمام. عندي بقى صينية هنا مقاس 24، دهنتها دهنة من الزيت او السمنة زي ما تحبي، وبدرتها كده بالدقيق. والفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180. وانا قبل ما اشتغل في الكيكة شغلت الفرن بتاعي على طول. طبعا لو بتحبيها عالية شوية تقدري تصغري الصينية او تقدري انك تضاعفي المكونات. هنخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان نخرج كده الهواء منها، او فقاعات الهواء ما يبقاش فيها فراغات من جوه. هدخلها بقى الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. هتقعد معايا حوالي 30 او 35 دقيقة. نختبرها بالستيكس او باي سكينة عندك هتطلع نظيفة يبقى تمام كده. واول ما تطلع من الفرن بنغطيها ونسيبها لغاية ما تهدى. هنا برضو كانت سخنة، انا يعني غطيتها شوية ما استنتهاش لغاية ما تبرد تماما عشان اقدمها لكم. الصراحة ريحتها كانت تحفة وخطيرة جدا. هقلبها بقى. تقدري زي ما قلت لك تقدميها مع صوص كراميل، تقدري انك تقدميها مع اي صوص تاني، بس هي بتبقى تحفه تحفه مع صوص الكراميل. جربيها وقولي لي رايك ايه في الكومنتات. ويا ريت تشرفوني باشتراككم في القناه، وتقولي لي كمان بتتابعوني من انهي بلد. هي كانت سخنه هنا فانا ما كنتش عارفه امسكها كويس. بصوا شكلها ما شاء الله، تسويتها حلوه جدا جدا. وانا بصراحه بحب الكيكه دي يكون سمكها رقيق، مش بحبها تكون عاليه خالص. زي ما قلت لك عايزاها تطلع عاليه شويه تقدري تصغري الصينيه، او تضاعفي المكونات بتاعتها.
انا كنت عامله خطوط من الكراميل بصراحه، بس لا، حطيت كراميل كتير لان هي زي ما بقول لكم بتبقى تحفه جدا بصوص الكراميل. جربوها ان شاء الله، ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. واكيد طبعا كلنا عارفين فوائد البلح ايه يا جماعه، فوائده حلوه جدا جدا للي عندهم انيميا، للولاد الصغيرين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.